انسي اي طريقه عملتي بيها الكنافه قبل كده، جايلك بطريقه الكنافه بتاعت زمان، ايوه بتاعت زمان اللي مش بنغيرها ومعتمدينها بقالها سنين، وهي دي الطريقه الصح اصلا للكنافه يا جماعه. من احلى الطرق للكنافه واسهلهم هي الطريقه دي. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا فاتن ودي قناتي، اعملي لي لايك وشير وكومنت حلو كده، وصلي على النبي في الكومنتات، ويلا بينا نبدا على الوصفه. عايزه اقول لكم بقى احلى كنافه بالكريمه، حاجه كده اللهم بارك، تحفه جدا وسهله جدا، مش هتاخد معاكي وقت. اول حاجه هنبدا ونقول بسم الله، ونبدا على طول على الكريمه بتاعتنا او القشطه الكدابه زي ما بيقولوا، بس انا بسميها كريمه لان هي بصراحه فعلا بتدوب في البق، كريمه بتدوب في البق. عندي هنا كوبايتين من اللبن كبار، هنزل عليهم معلقتين من السكر، واللي تقدري تزودي السكر او تقلليه حسب الرغبه. تمام. هنزل عليه بمعلقتين من الدقيق، ده كله على البارد يا جماعه، اللبن بتاعي بارد من التلاجة عادي جدا، او يعني لسه شارياه، المهم ما يكونش سخن، ده كله على البارد. ومعلقتين من دقيق البسبوسه الساده اللي بتتجاب من عند العطار، تمام كده، معلقتين ما فيهاش اي مكسرات ولا جوز الهند ولا اي حاجه، وظرف فانيليا او رشه فانيليا لو عندك اللي هي السايله. وهنقلب كل ده كده على البارد، وبعدين نحطه بقى على البوتاجاز لمده دقيقتين. اول ما يربط معايا، بس اهم حاجه تقلبي كويس جدا عشان ما يبقاش فيه تكتلات. اول ما يتقل معايا ويديني القوام التقيل، هسيبها كده تبرد، ونبدأ بقى الكنافة بتاعتنا. نص كيلو من الكنافة حطاه في التلاجة من امبارح وطلعته. بصي انا فرفضته بايدي كده، مش محتاج كبه، لو انت عايزه تضربيه في الكبه اضربيه في الكبه، بس انا ايه يعني فرفضته كده بايدي، كان سهل جدا لاني طبعا هو طالع من الفريزر على طول. هحط عليه معلقتين من السكر، يفضل سكر بودره، بس انا عندي السكر ده كان ناعم جدا فمش هيجرى له اي حاجه، ده سكر عادي جدا. حطيت معلقتين كبار عشان تدي اللون الحلو بتاعه الكنافه الذهبي ده. وعندي هنا كوبايه كبيره من السمنه على الزيت او الزبده البلدي، طبعا بتديها يعني يعني تديها طعم حلو قوي قوي. هنا لقيت الكوبايه مش هتكفي، حطيت كمان ربع كوبايه، يبقى عندي كوبايه وربع من الزبده، تمام كده. هقلب بقى كل ده كده، وهخلي الكنافه بتاعتي تتغلف بالزبده كويس جدا. من انجح الطرق واهم الطرق لنجاح الكنافه بتاعتك هي الزبده، تكون الكنافه شاربه الزبده كلها او السمنه كلها، عشان لما تيجي تاكليها تبقى مقرمشه وطعمها حلو. زي ما انتم شايفين كده اهو. هجيب بقى الصينيه بتاعتي، انا بعملها في الصينيه دي بتطلع سمك بتاعها حلو قوي، ما عندكيش اعملي في اي صينيه عندك. معلقه كده زبده، وهبتدي كده ادهن الصينيه بتاعتي عشان الكنافه بتاعتي ما تلزقش، تمام، دي تركيه مهمه جدا. اهو هدهن الصينيه كويس قوي، وهجيب نص الكميه من الكنافه، نص كميه الكنافه اللي احنا خدناها دي نص كيلو، هجيب ربع الاول، وانا بالعين كده يعني هنقسمها نصين، نص هحطه كده تحت اهو. هبتدي افرد بايدي، اهم حاجه تاكدي ان الصينيه كلها آه يعني جالها كنافه، ما تسيبيش حته فاضيه وحته مليانه. وعملتها بالكوبايه كده وضغطتها كويس جدا جدا، اهم حاجه تضغطيها كويس قوي. ليه؟ لما نيجي نقلب الكنافه لما نطلعها من الفرن مش هتفك منك، التركيه دي مهمه جدا. يعني اهم حاجه ان انت تضغطي عليها بالكوبايه كويس جدا او بايدك لحد ما تشوفيها بالشكل ده متساويه جدا وماسكه كده في نفسها. هنجيب بقى القشطه بتاعتنا ونبتدي. القشطه طبعا بعد ما بردت ما فيهاش اي مشكله خالص، وهي كده مكتله، ما تقوليش لا ده باظت منك، لا ما باظتش، هي اول ما تدخل الفرن هتبتدي تسيح في الكنافه كلها وهتطلع معاكي تحفه. حطيها في النص ما تفردهاش، يعني انت ما تفردهاش، انا كنت بحاول بس ايه اخرج اللي في المعلقه لاني مستحرماه، فابتديت بس كده احطها في النص، وهبتدي بقى احط بقيه الكنافه، يعني نص كميه الكنافه اللي معانا بقى افردها كده على الوش. تمام. انت ما تحطيش القشطه بتاعتك على حرف الكنافه عشان هتتحرق وهتطلع من الكنافه وهتلزق في الصينيه، فخليها كده في النص، وهي لما تيجي تدخل الفرن هتسيح وترجع تاني في الكنافه كلها. هحط بقى كميه الكنافه اللي انا شلتها على الوش كده. على فكره يا جماعه سهله جدا وبسيطه، ومش هتندموا لو عملتوها بنفس التركات ونفس المقادير اللي انا بقول لكم عليها. هحط بقى كميه الكنافه اهو، ربع كيلو التاني على الوش كده، وهبتدي اضغط كويس، اضغطي كويس قوي عشان لما اجي اقلب الصينيه انا بقلبها ما اولعش من فوق ومن تحت. انا بحب اقلب الكنافه زي اهالينا بتوع زمان وكانوا بيعملوها بتطلع تحفه. ليه بقى؟ بحب اضغط عليها كده عشان لما اجي اقلبها تبقى تطلع معايا حته واحده كده وما تفكش مني. اهم حاجه تدوسي كويس قوي كده وتتكي كويس قوي عشان القشطه تمسك في الكنافه كويس قوي ما تفكش. ناس كتير بتقولي يا فاتن القشطه بتطلع لوحدها والكنافه لوحدها، لا، التركيه دي مهمه جدا، تضغطي على الكنافه كويس قوي وبايدك كده اهو، شايفين؟
التركايه دي مهمه جدا، اضغط بايدي قوي كده بحيث ان القشطه تمسك في الكنافه كلها. هجيب بقى معلقه زبده كده واقوم حطها على الوش. طبعا الكنافه بتحب السمنه او الزبده يا جماعه، يعني ما تقوليش ده كتير، لا ده كده حلو قوي، ده في ناس بتكتر اكتر من كده بس هو كده مظبوط. وهدخله بقى على الفرن، هقلبها اول ما تستوي من تحت هقوم قلبها على الوش التاني. هتاخد برضك 10 دقايق من تحت وهتبقى معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين؟ اللهم بارك، لونها تحفه جدا. خدت بالظبط 7 دقايق في الفرن. وعندي شربات عملته معاكم كتير، طلعته بقى من التلاجة وابتديت اول ما تطلع الكنافه من الفرن لازم على طول نسقيها بالشربات الساقع وهي تكون سخنه جدا. الشربات بتاعي تقيل ليه بقى؟ عشان انا عايزه الكنافه بتاعتي تكون مقرمشه، انت عايزه الكنافه بتاعتك طريه، خففي الشربات شويه. شايفين بقى الجمال؟ تحفه. شوفي بقى تشتريها بكام من بره، وشوفي دلوقتي السعر، الاسعار يعني بقت اوفر قوي، فاعملي بقى في البيت. تحفه جدا، بالذات بقى لو عندك عزومه، من اسهل الحلويات اللي ممكن تعمليها. وطبعا مفيش حد ما بيحبش الكنافه اللي بالقشطه. حاجه كده، شايفين القشطه ما شاء الله طبقات كده وجميله، حاجه كده اللهم بارك. شويه فستق بقى على الوش كده، وبألف هنا وشفا. بجد يا جماعه جربوها، تحفه جدا. السكر او الشربات بقى حسب انت بتحبوا ايه، بتحبوها مسكره شويه هتزودي شربات، بتحبيها مظبوطه انا مقلله شربات. فعايزه اقول لكم طعمها حلو جدا، قشطه جميله ما شاء الله، سهله وبسيطه ما خدتش وقت. ما تنسيش لو الوصفه عجبتك او حاجه بسيطه عجبتك من الفيديو النهارده، حطي لي لايك وكومنت. بالله عليكي شيري لي الفيديو كتير مع الماميز عشان نوصل لعدد كبير.